عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل سناكس بأطعمة مختلفة للأطفال وبألوان مختلفة وأشكال مختلفة، وكلها هنعملها من العيش أو من بقايا العيش الموجود عندك. ممكن تستعملي العيش الفينو، ممكن تستعملي العيش الشامي الأبيض. أنا هعمل هنا بالتوست، ممكن زي ما قلت لك انتي تستعملي عيش شامي أو عيش فينو. يعني هي الفكرة واحدة بس، ممكن انتي تغيري حاجة وتشيلي حاجة وتحطي حاجة مكانها. يعني انا هديكي الفكرة وانت ممكن تستغليها بقى في كذا حاجة. هنعمل منها بالكراميل، وهنعمل كمان بالجبنة الرومي والزعتر، وهنعمل بالطماطم او بالكاتشب، وهنعمل بالشطة والليمون. 4 أطعمة مختلفة وأربع أشكال مختلفة بأربع ألوان مختلفة، وكلها حاجات طبيعية من البيت، ولا استعملنا التوابل الجاهزة اللي عند العطار، ولا استعملنا ألوان صناعية. انا عندي هنا شريحة التوست، هبدأ اقطعها باي قطاعة عندك مدورة او اي غطاء ازازة زي ما انا عملت. ده غطاء ازازة عندي مدور، هبدأ اقطع بيه دواير صغيرة زي ما انت شايفة. الشريحة هتعملي حوالي 4 دواير. ممكن انت على حسب الغطاء اللي عندك، لو اصغر او اكبر هتفرق بقى معاكي في العدد. وطبعا الحواف دي احنا مش هنرميها، هنعمل منها وصفة برضو من ضمن الوصفات. هاخد كل دايرة بقى بأي حاجة رفيعة كده، وهعمل لها فتحة من النص علشان اديهم شكل كده البيك رولز الجاهز اللي بيجيبوه. هحاول انوع لهم يعني في الاشكال علشان يحسوا فعلا ان هي حاجات جاهزة وما يملوش. ده شكل هو عملناه شكل الاولاني. هعمل هنا شريحتين على بعض، بس ما تكتريش اكتر من شريحتين على بعض، علشان لو كترتي ممكن تتقطع منك ومش هتعرفي تعملي الشكل اللي انت عاوزاه. تمام، وتفكيهم من بعض كده بالراحة. والحواف دي زي ما قلتلك مش هنرميها، هنستعملها في وصفة من الوصفات او في طعم من الاطعمة اللي احنا هنعملهم يعني. بعد ما اخلص الدوائر دي طبعا هكون مجهزة ورقة زبدة عندي في صينية مفرودة، علشان ارص عليها الاشكال اللي انا بقطعها دي، علشان ادخلها الفرن تتحمص على نار هادية. يعني مايلة للمتوسطة، بس مش عالية قوي علشان ما يتحرقش منك، انا عايزاه ينشف من غير ما يلون. اخد بقى الاجزاء اللي هي الحواف دي، هقصقصها بالمقص لقطع صغيرة، طبعا عشان تستغليها مش هترميها طبعا، علشان نعملها بالكراميل. عندي شكل تاني هنا عامله، هاخد الشريحة اقسمها بالنص كده بالمقص، وكل نص هاخده اعمل فيه 7 8 كده بالمقص لغاية ما تديني اشكال مثلث كده. تمام، هعمل مثلثات. ده شكل تاني هعمله بطعم تاني برضو. هبدأ اعمل الشكل التالت عبارة عن مربعات، هاخد كل شريحة على 3، وبعدين كل جزء هقطعه مربعات بالمقص، وهفرد كله على ورق الزبدة وهدخله الفرن زي ما قلتلك. هاخد الصغير ده بقى عشان ورق الزبدة ما كفاش عندي الصينية، هاخده على الطاسة كده، وهو مش هيتأخر معاكي، في ثواني كده هتلاقيني شوفه اتحمص، ومش عايزاه يلون قوي منك. هو قرمش خلاص معايا ونشف، وده كمان اتحمص معايا. وزي ما انتم شايفين جايز الكبير ده لو كنتي عملتيه في الطاسة كان هيتفتفت منك، عشان كبير شوية مش هتعرفي تقلبيه بسهولة، فالافضل انك تدخليه الصينية في الفرن. هاجي في الطاسة بقى ب3 معالق كبار من السكر، هحطهم على النار. النار تكون متوسطة برضو مش عالية، عشان ما يتحرقش منك الكراميل ويبقى مرر. هنزل عليه بمعلقة بس من المية. اول ما هيبدأ يغلي السكر كده، ممكن المية تتشرب وتلاقي السكر كون حبيبات تاني، ما تقلقيش هيرجع يكرمل معاكي. اول ما يبدأ بني كده، يبقى فاتح بني فاتح مش عايزاه غامق قوي، هبدأ انزل عليه بربع معلقة صغيرة او ربع معلقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، علشان ما تخرجت منك، عشان لو حطيتيها ساقعة هتخرز منك في الكراميل وهتبوظهولك. هبدأ بعد كده انزل ب3 معالق من اللبن، وبعدين انزل بالقطع اللي انا حمصتها معاكم دي، واقلبها في الكراميل كلها، واخدها على نفس ورقة الزبدة اللي انا حمصت عليها الاشكال بتاعتي. هفردها كده لغاية ما تنشف معايا، علشان ما تلزقش في بعضها، وهسيبها لغاية ما تبرد خالص، عشان طبعا بتبقى سخنة جدا من الكراميل. وبعدين ابدأ افكها من بعضها. طبعا انت تقدري تزودي الكمية بقى زي ما انت عاوزة. هاجي هنا في الطاسة معلقة صلصة كبيرة ومعلقة كاتشب كبيرة، وابدأ انزل فيها بالمثلثات اللي انا قصقصتها دي. هاخد تقليبة كده ورشة ملح بسيطة، وهبدأ ادخلها تاني الفرن على الصاج، على نفس الصاج في ورقة الزبدة، علشان تتحمص تاني معايا، لان الطماطم هتطريها شوية، الصلصة هتطريها شوية والكاتشب.
هاجي بقى في معلقة في نفس الطاسة بمعلقة زبدة، وانزل بالمكعبات دي اقلبها كده في الزبدة علشان لما انزل عليها بالزعتر يمسك فيها. وكمان الجبنة الرومي طبعا مع الزعتر مع الزبدة بيدي طعم حلو جدا. بعد ما يتحمص مع الزبدة هنزل برشة من الزعتر واديله تقليبة واطفي عليه، وبعدين احط له الجبنة الرومي المبشورة. هتضيفي الجبنة بعد ما تطفي عليه خالص علشان الجبنة ما تتزقش منك في الطاسة. تقدري تضيفي توابل الجبنة اللي هي طعم الجبنة الجاهز اللي عند العطار، بس يفضل يعني تضيفي حاجات طبيعية افضل، علشان دي توابل برضو بتكون مش صحية، فما كتريش منها قوي. الطعم الرابع معانا، هعمل شرايح البيك رولز دي في معلقة زبدة برضو او في ربع معلقة زبدة. وانا مجهزة خليط من الشطة الحمراء والبابريكا وملح الليمون، كل حاجة معلقة صغيرة، ودقة ملح الليمون في كيس كده عشان يبقى بودر وناعم، ورشة بسيطة من الملح. هنزل عليها برضو بعد ما تتقلب في الزبدة علشان ملح الليمون والشطة والبابريكا يمسكوا فيها. كده خلاص انا عملت الاربع اطعمة باربع اشكال مختلفة كلها من العيش. يعني تقدري تستغلي بواقي العيش اللي عندك، بواقي الفينو او العيش الابيض الشامي، تعملي لهم سناكس كده تفرحيهم بيه. كله حاجات طبيعية، ما استخدمناش اي حاجة مضرة فيها ولا اي الوان. اتمنى يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها ان شاء الله. وان شاء الله هسمعكم الوقت القرمشة بتاعتها مقرمشة جدا وطعمها حلو جدا. اطفالكم هيحبوها يفرحوا بيها، وكلها حاجات بسيطة عملناها ما كلفتناش كتير. توابل عندنا في البيت والصلصة عندنا في البيت، يعني الحاجات دي كلها متاحة. تقدري تعمليها من حاجات بسيطة عندك وتفرحيهم. ودي الاشكال اللي عملناها. سمعتوا القرمشة بتاعتها مقرمشة جدا، اطفالكم هيحبوها جدا. اتمنى يا رب تكون عجبتكم وتجربوها. مستنية منكم اي استفسارات او اي تعليقات. متنسوش ان شاء الله لايك والشير والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل فيديو جديد.